اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا نشوفوا الحاجات الجميلة دي عملناها ازاي، وارخص واحلى من بره من الاماكن اللي انتوا بتروحوا تجيبوها، وجميلة جدا يا جماعة. واللي كلها هو هيقول لكم رأيه في الكومنتات. شوفوا الجحمان، شوفوا الحلاوة، شوفوا قد ايه جميلة وحلوة وشكلها بصراحة يفتح النفس. تعالوا نشوف الطريقة معانا. هنا معانا نص كيلو دي سبونج جاهز. طبعا معانا 6 بيضات على نص كوباية مية عادية جدا، مش ساقعة ولا سخنة. وهنا معلقة محسن، مفيش مشكلة، دي السبونج هيقوم بكل حاجة موجودة جواه. تمام. هنا بصوا بنضربه لحد ما يبقى هش، بصوا ويعمل زي الكريم شانتيه كده وناعم وجميل. ومعانا القالب بتاعنا الكبير، فعاملين كده عليه ورق زبدة ودهنينه كده بالفرشة كده بأي مادة دهنية كده. وبعدين بنثبته يعني في الصينية بتاعتنا أو في القالب بتاعنا، وبفرد كده البتاع يعني إيه، بحاول افرد كده الخليط بتاعنا بالسباتيولا بتاعتنا مع الزجزاج كده بالايه عصايه الشيشه، عشان اخلي اي فقاعات ما تبقاش موجوده معانا من غير ما اخبط القالب بتاعنا على الرخام، عشان الخليط ما يبقاش مكتوم. خلاص دخلناه الفرن ربع ساعه بالظبط كده يا جماعه، درجه حراره 180، وبطلعه بقلبه كده زي ما احنا شايفين. وكده تمام. بجهز بقى اللبن اللي انا هسقيه بيه. مش بعمل كتير، يعني 3 كوبايات لبن عليها معلقتين سكر، بس ان انا الحاجه ما تبقاش مسكره قوي يا جماعه، عشان ما تصدناش فيه. ومعلقتين لبن بودر ضروري جدا، بيخلي الحاجه غنيه وطعمها تحفه. هنيجي بقى للخليط اللي احنا هندهن بيه الكريمه بتاعتنا، عليها 3 كوبايات لبن بودر، معاها 4 معالق كريم شانتيه، ومعلقتين باستري كريم. تمام. معانا بقى هندوبهم ازاي بقى؟ في كوبايه ونص ميه ساقعه متلجه، عشان تدينا الفوم الجميل اللي احنا متعودين عليه. تمام. بنديله كده ضربه بالمضرب بتاعنا كده، وبيبقى هش وجميل زي ما انتم شايفين كده. وصلنا ازاي؟ هنا طبعا قلبنا السبونج بتاعتنا، وببدا اقشر الوش بتاعه، عشان بيبقى فيها الزفاره بتاعه البيض معانا. بس بقى بالخليط اللبن اللي احنا عملناه مع بعض، ومش بكتر بصراحه، عشان يبقى ما يبقاش يعني يبقى حلو معانا. الكريمه فردناها عملناها بالسباتشوله بتاعتها، بتبقى زي ما انتم شايفين كده. بدخلها التلاجة تسقع شويه على ما تتماسك، عشان اقدر افرد عليها الخليط بتاعنا والمانجا واللي احنا هنشوفه دلوقتي. هنا اتبقى معايا كريم شانتيه كوبايه حبه كده، فطبعا مش هرميها. لقيت عندي بسكوت، وبعدين بدأت كده ابله في اللبن، وفردت عليها الحبة اللي باقيين عشان استخدمه. جميل جدا مع شوية المانجا، مع الفواكه الجيلي الجميلة اللي احنا هنرصها. شوكليت شيبس حلوة قوي. اي حاجة عندك موجودة كده مش لاقيه لها استخدام، شوية مكسرات، شوية سوداني، حلوين قوي. جميل قوي. عندك صوص فواكه، اي حاجة ضيفيها عليه، ما تحيريش نفسك ابدا. مكعبات المانجا هنا ضفناها، وبدأنا ضفنا هنا عليها زي ما انتم شايفين، جميلة جدا. طلعت القالب بتاعي من التلاجة، وبدأت اقسمه كده الاول نصين، وبدأت انا اقسم كل نص عشان على قد الطبق بتاعي. ممكن هنا خرج معايا 8 قطع، ممكن تصغري القطع وتاخدي منه عدد قطع اكتر شوية، مفيش مشكلة خالص. ممكن تعملي ل 10 ل 12. يعني بصراحة يعني هي هنا الحجم بتاعها كان كبير، وبدأت أضيفه في الأطباق بتاعته المخصصة بتاعته. وخلاص هنا عملنا الكمية. وممكن عايزة تعمليه في كبات حلوة قوي، بتبقى الكميات صغيرة. عندك اللي مش بيحب الكميات الكبيرة أو الأطفال، بتبقى حلوة واقتصادية كمان. معانا هنا شوية لوتس مجروش، فردته هنا على النص، والنص التاني مانجا. بس عايزه اقول لكم هنا يا جماعه باعتراف، المانجا اليق حاجه على القشطوطه، هي اليق حاجه. هنا مجروش اوريو، بدات اضيفه برضو نص كده ونص، تدينا شكل حلو جمالي وطعم مختلف. وهنا شويه كريز كانوا باقيين عندي، طلعتهم وبدات اضيفهم على التزيين بتاعتي. اي حاجه ما توقفيش نفسك. هنا صوص فراوله برضو عملته كده زجزاج كده معايا على كريزايه كده حمراء
في النص بقت ايه طعم ولا اروع. يلا يا جماعه لايك وشير، شيروا البوست الجميل دوت عشان الكل يستفيد بالمانجا وسوق المانجا وسيزون المانجا. يلا والف هنا وشفا، تحفه تحفه وطعمها بصراحه ولا اروع. يلا عشان ايه؟ يلا عشان نشترك كده ونطلعها بره.